أكتر حلقة غموض ورعب في كرتون جامبل. الحلقة اللي بنشوف فيها كل عيلة جامبل ميتة بطريقة بشعة. جاهز للفيديو؟ يلا بينا. El increíble mundo de Gumball. والحلقة بتبدأ هنا، بتلاقي إن الجو ضلمة جدا وشكل الأجواء مرعبة، وجامبل قاعد في أوضته لوحده. وبعد كده بيبدأ يسمع صوت تحت، ويبدأ ينزل علشان يكتشف ايه الصوت ده. وبعد ما بينزل بيلاقي ان التلفزيون اللي موجود في الصالة اشتغل فجأة. والغريبة ان هو بيجيب برنامج جامبل وبيكون مكتوب الرسالة دي. وبعد كده بيجيب لك ميعاد العرض وبيقول لك من الاثنين لحد يوم الجمعة وتوقيت عرض البرنامج. وساعتها جامبل بيكون مندهش جدا من اللي هو شافه، لأن جامبل أكيد ما يعرفش إن هو في عالم كرتون، وبيكون مصدوم زي ما انتوا شايفين كده. وفجأة بيسمع صوت من مطبخ. لما بيتحرك على المطبخ ما بيلاقيش أي حاجة في المطبخ. وبعدها بيسمع صوت بره. وهنا أنا ركزت في حاجة ممكن يكون معظمكم مركزش فيها. وقف الفيديو قبل ما جامبل يطلع بره. أيوة هنا كده، مين الشخص ده؟ وليه شكله مرعب؟ وليه بيبص من النافذة أو من الشباك بالطريقة دي؟ ما علينا، اللي هتشوفه دلوقتي حرفيا هيصدمك. هتلاقي جامبل مندهش ومخضوض من المشهد ده. بيشوف داروين عينه خارجة ورجله مقطوعة وغرقان في دم، وبيشوف أنايس دماغها محطوطة في صندوق، وبيشوف بابا ريتشارد وهو متقطع حرفيا جسمه كله، ويشوف والدته نيكول وهي عيونها خارجة وكلها دم، والمنظر حرفيا رعب جدا. وبعد كده بيحصل حاجات غريبة، وبعدها بيجي رسالة. مكتوب في الرسالة: هل تتذكر ما قلته لك يا جامبل؟ بالنص. وبعد كده بتيجي رسالة تانية بتقول: لا، أنت لا تتذكر. وبعدها بتيجي رسالة تالتة بتقول: أنا هقتلك وهقتل كل من تحب. وبتيجي رسالة تانية بتقول: فقط اقتل نفسك ولمرة أخيرة وللأبد. وبعدها بتيجي رسالة: and for you جامبل، وأنت أيضا جامبل. تمام. وبعد كده بنلاقي مشهد غريب. بص كده على الباب، هتلاقي إن جامبل بيظهر تدريجي وهو مشنوق. للأسف المنظر مرعب. وكنت عاوز أقولك على حاجة. ده فيديو موجود على قناة غريبة جدا ومش مفهوم لها أي حاجة، وطبعا الحلقة دي مش رسمية. بس هو جاب الأفكار دي منين؟ جاب أفكار الناس المتقطعة ازاي، وازاي عملها بالطريقة المحترفة دي؟ تفتكروا ممكن يكون واحد من اللي شغالين في عالم جامبل؟